أشكرك. هنا احنا في المستشارية الاقتصادية في جمهورية السودان. أنا اسمي حماد عبد الله، المستشار الاقتصادي والتجاري. سؤال مصر والسودان لما بعد الثورة. يعني إذا جاز لي أنا ممكن أتحدث في الجانب الليليني مباشرة، هو الجانب الاقتصادي. نحن نفتكر على أنه مصر والسودان ما بعد الثورة من ناحية علاقة اقتصادية يعني حصل يعني تطور كبير وهائل ولمصلحة الشعبين في كافة الملفات والمجالات الاقتصادية. يمكن أهمها قبل الثورة يعني كان ملف السودان كله يدار عبر الأمن، يعني عبر الأجهزة الأمنية، الدولة البوليسية. الأجهزة الأمنية. الآن انتقل الملف من الأجهزة الأمنية إلى وزارة الخارجية المصرية، وهذا محله الطبيعي، وبالتالي تحرك ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى من وزارة الخارجية إلى وزارة التعاون الدولي، وانعقدت فورا أهم وأكبر لجنة يمكن اللجنة الوزارية العليا المشتركة بعد الثورة مباشرة، عندما كان الدكتور عصام شرف وهو رئيس وزراء مصر الأسبق، وراح للسودان وبرفقته أكثر من 8 وزراء مختصين في المجال الاقتصادي. ده كان بعد الثورة طوالي، خطوة إيجابية. 28 مارس، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات. اللجنة الوزارية العليا المشتركة اللي انعقدت في مارس عقب الثورة طوالي وتم فيها توقيع العديد من أكثر من 8 أو 9 اتفاقيات كانت مجمدة لأكثر من 3 سنوات قبل الثورة. وبعد انعقاد اللجنة تبعت لجان وزارية كثيرة جدا، منها لجنة الزراعة وبين البلدين وتم توقيع بروتوكول في مجال الزراعة، لجنة الصناعة ولجنة التجارة، ويمكن دي كان عقدت هي دي لجان فرعية من اللجنة الوزارية، عقدت في مايو في القاهرة 2011، واشتغلت شغل يعني جامد قوي. تحركت ملفات كثيرة منها البنيات التحتية والطرق، خاصة الطريق الأوسط اللي هو احنا بنسموه شرق النيل، الرابط ما بين حلفا لقسطل لحد أبو سمبل، ده اكتمل تماما. تمام. تبقى فقط الافتتاح الرسمي، يعني حتى من الجانب السوداني حتى المنشآت الخاصة بتنفيذ المنفذ سواء كان الهجري والجمركي والعبور السلع والبضائع، حتى الجانب السوداني يمكن المباني اكتملت، الجمارك أكملت الجزء اللي يليها، والجانب المصري من الناحية المصرية أعتقد أنه بدأت خطوات جامدة لتنفيذ المنفذ الهجري المتفق عليه. يعني هنالك لجنة بتاعت المنافذ البرية بين البلدين وانعقدت، وكان في وفد كبير جدا وراح لحد أبو سمبل وأرجين وراح لقسطل حلف قسطل وهكذا. الطريق الآخر هو طريق قرب النيل، أيضا متوقع أنه يكتمل أيضا مع نهاية يونيو. الآن الناس نتكلم في مجال الربط بتاع السكة حديد، الربط الملاحي النهري أصلا هو شغال من فترة طويلة. تمام. الطريق الساحلي شبه مكتمل اللي هو الرابط السودان. فالطرق هي أصلا دافع ورابط اقتصادي قوي لنقل حركة السلع والبضائع، وخاصة مع تطبيق الحريات الأربعة اللي هو الجانب السوداني ملتزم بها ومطبقها تماما بالنسبة اللي هي حق الإقامة وحق التنقل، الإقامة وحق التملك وحق العمل، يعني الأربع حقوق مطبقة من ناحية السودان. من الجانب المصري احنا نتوقع أنه هنالك لجنة متابعة ولجان فنية شغالة على أنه الموضوع يمشي إلى الأمام. فدي كلها لما تربطها مع بعض بتساعد، مع الطرق بتساعد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. يعني السلع المصنعة من مصر بتروح للسودان، بتروح لدول الجوار، وهنا السلع المصرية بتمتاز بدخولها باتفاقية الكوميسا أو منطقة التجارة العربية الحرة الموقعين فيها البلدين.
في نفس الوقت بتتيح السلع والمنتجات السودانية في مجال الأمن الغذائي لسد الفجوة الغذائية الموجودة في مصر، سواء كان في مجالات اللحوم أو في مجالات السلع الغذائية الأخرى. ده بيزيد التبادل التجاري. فنحن نقول كل الملفات على المستوى الاقتصادي تحركت بسرعة وتحركت إلى الأمام. والآن نحن بنتحدث عن كيف أن السودان يتم ربط مصر والسودان مع بعض من خلال الربط الكهربائي المشترك بين البلدين، من خلال مد السودان بالغاز الطبيعي. يعني السودان تقدم بطلب مصري بطلب رسمي للجانب المصري للمودة بالغاز في الولاية الشمالية. الغاز والكهرباء دخولهم للسودان من مصر لتدوير أول المشروعات المشتركة، مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الأمن الغذائي، في مجالات المزارع التجريبية الآن شغلت وأعطت أحسن إنتاجية من الغمس في الولاية الشمالية بحدود 10,000 فدان. يعني ده من جملة 1,250,000 فدان يعني تم تخصيصها يمكن الحكومة السودانية للأخوة في مصر في ولايات نهر النيل في الشمالية وهكذا. فيمكن نقول يعني في دراسات برضو مشتركة، يعني الناس حتى بيتحدثوا أنه كيف أنه ممكن يكون في تكامل في مجال الخطوط الجوية، يكون في شراكات في مجال الخطوط الجوية المصرية، حرية التنقل. وعلى ما أظن كان في قرار بحرية التنقل من 2004 بس دي واحدة من الحريات الأربعة. السودان طبقها: حرية التنقل، حرية التملك، حرية الإقامة، وحرية العمل من 2004. يعني الآن أي أخ من الأشقاء المصريين يروح السودان يدخل لا تأشيرة ولا إقامة ولا في شيء، بالبطاقة الشخصية أو بجواز السفر العادي، بجواز السفر العادي، إثبات هوية فقط. إثبات سفر. وإن كان بالنسبة للجانب السوداني محددينها حتى الآن يعني بأعمار محددة معينة، يعني تم استثناء الأطفال وتم استثناء النساء أنه ممكن يدخلوا ويطلبوش منهم تأشيرة، لكن في بقية الأعمار من 16 ل 50 بيطلبوا لنا تأشيرة. ونأمل أنه كل هذه المسائل يعني إن شاء الله بالتفاهم وبالحوار لأنه مصر عمق للسودان والسودان عمق لمصر، والبلدين يعني محتاجين لبعض. تكاملهم الاقتصادي بحيث أنك تكمل النقص الموجود عنده وأنا أكمل النقص الموجود عندك، فبالتالي البلدين محتاجين لبعض، غير الروابط الأخوية والدين والتاريخ واللغة والنيل ومجالات كثيرة جدا تحركت. تعاون في مجال، تنسيق تام في مجال